السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده فراخ. بصوا، حاجة كده تشرف في اي عزومة. فعلا فعلا جميلة وطريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش منك وقت خالص. طيب انا جبت الفراخ بتاعتي، غسلتها وصفيتها كويس. طبعا غسلتها كويس وكلنا عارفين الفراخ ازاي بنغسلها. الخلطة بتاعتي بقى اللي هي بتاعت التتبيلة بتاعتي، معايا طماطمايه، كام فص توم، معايا بصلايه، معايا قرن فلفل، كمان معايا ليمونة مقشراها، ومعايا ربع كوباية خل، وحوالي نص كوباية زيت. الكوباية دي صغيرة يعني، فانتي حطي نص كوباية زيت عليها. خلاص، ضربتهم كويس في الخلاط او في الكبة. التوابل بتاعتي اللي انا هستخدمها عليها، هحط عليها بقى ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، رشة، انا دايما بعمل ورق لورا وحبهان مع بعض، ورشة توم باودر، وكمان حبة قرفة. يبقى انا حطيت ملح وفلفل، بهارات فراخ، رشة حبهان على ورق لورا. انا طحناهم مع بعض زي ما قلت، وكمان شوية توم باودر وشوية توم باودر وشوية ملح. خلاص كده. بعد ما حطيتهم عليها، نزلت عليهم بمعلقة صلصة، معجون طماطم يعني، وكمان حطيت عليهم 3 معالق من دبس الرمان. لو عندك صويا صوص ممكن تحطي كمان صويا صوص. وبس كده، التتبيله بتاعتي كده جاهزه. وكده معايا ان انا اتبل الفراخ بتاعتي. طبعا يعني مستحب ان انت تتبلي الفراخ دي قبلها، مثلا تسيبيها كده ساعه ساعتين، على اساس انها تاخد وتدي مع الطعم بتاع التتبيله بتاعتها. صدر الفرخ هنا انا كنت بشقه، يعني افتحه كده على اساس ان انا ادخل الخلطه في نسيج صدر الفرخه، علشان تبقى مطعمه ويبقى طعمها حلو. هنا بقى انا مشغله الفرن بتاعي، يعني لازم يكون درجه الحراره بتاعته تكون سخنه. هحط الصينيه بتاعتي على الرف الاوسط اللي في الفرن. مش شغل الشوايه، انا هشغل الفرن من تحت، مش هزود عليها ميه ولا اي حاجه. هغطيها بورق فويل وهحطها على الرف الاوسط زي ما قلت. طلعت معايا بالشكل ده كده. مفيش فيها، بص، الصوص بتاعها ملهاش صوص ولا اي حاجه، هي شربت منها فيها. اخر 10 دقايق شغلت، بس شلت الفويل وشغلت الشوايه، اخدت اللون الجميل ده. بجد بجد اعتمدي الطريقه دي في اي عزومه، هتشرفك فعلا، طعمها جميل. ما تنسيش لايك واشتراك في القناه.